لو عندك علب لبن أطفال كتير هتعملي بيها فكرة مشروع مربح جدا وشيك جدا. جبت خيط الخيش في قطن ده بيكون خيط خيش لوكس سمكه 4 ملي في قطن، والقطن درجة اللون سودا. وبعد كده جبت خيط الكردون ده سمكه بيكون 4 ملي برضو. وبعد كده جبت خيط الخيش برضو سمكه بيكون 4 ملي. كل الخامات دي خامات لوكس. بعد كده بقى خلصت العلبة كلها بالشكل ده. انا كنت بادئاها من تحت وبدأت ان انا امشي صف فوق صف فوق العلبة، يعني خلصتها وكملت بعد كده على خيط الخيش بحط صف وبعد كده فوقيه صف تاني، وعملت الايد بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. هخلصها كلها وهنا بقت جاهزة معايا. عايزة اقول لكم فكرتها سهلة وبسيطة واي حد يقدر ينفذها بنفسه، وشيك جدا وترندي وبتتباع غالية. شغلي ما يكملش غير بالقطعة الجلد دي. ثبتها بالشكل ده، وطبعا انا ما غلفتهاش من جوه لان انا هعمل عجينة الجبس والمية واثبت فيها الزرع بالشكل ده. ما تنسيش تكتبي لي رأيك، وطبعا لو نفذتيها تبعتيلي التطبيقات بتاعتك.